أفضل تشكيلة في الجولة الثالثة من الدوري المصري. في حراسة المرمى عامر حارس غزل المحلة عمل مباراة حلوة جدا وقدر يطلع بكلين شيت. باك يمين كريم العراقي عمل مباراة حلوة جدا قدام بيراميدز وقدر يحصل على ركلة جزاء. 2 قلب دفاع صابر الشيمي مدافع الجونة ومحمد عمار مدافع الاسماعيلي اللي قدم مباراة فوق الروعة. باك شمال جوزيف اوتشاي لاعب المقاولين عمل اداء دفاعي وهجومي حلو جدا. ونيجي لنص الملعب هنلعب ب3 وهم احمد حمزاوي لاعب كهربا الاسماعيلية سجل هدف في اخر الدقايق عشان فريقه يتعادل، واللاعب التاني عمرو السولية سجل هدف عالمي وحصل على جايزة رجل المباراة. تالت لعيب عبد الرحيم دغموم ميسي اللي قدر يسجل هدف ويصنع هدف التعادل. ونروح للهجوم جناح يمين خوان الفينا جناح الزمالك اللي سجل هدف وصنع هدف لشيكو بانزا. وجناح شمال بلدياته ايفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز واثبت انه برازيلي بجد كمهارة حلو جدا. وفي الامام اسامة فيصل اللي قدر يسجل هدف في اخر الدقايق. وبس كده، سلام.